هو ببساطه بقاله سنين بيزرع فيك ان انت تبعد عن القمح كاكل والرز كاكل اصلا. يعني اذا كان انا حوله النظام بتاعي اللي عالجت بيه الامراض كل الامراض اللي انا اعرفها اصلا، يعني كل الامراض اللي انا اعرفها اصلا، النظام حولوه لايه؟ رز فيه زرنيخ، جبنه مطبوخه مليانه زيوت مهدرجه ودهون مش عارف نباتيه، عيش توست مليان سعرات ومليان جلوتين ومليان زفتين، اقول لهم سكر في مربى، ده السكر بتاع الالتهابات وبيغذي السرطان. هو ده الزرع اللي زرعهولك. يعني هو بدل ما يقتلك بسلاح، يعني بدل ما يضربك هو بنووي، انت مش مستاهل نووي اصلا. انا سلحت دماغك عليك، يعني انا سلحت دماغك عليك، انا سلحتك بالغباء، سلحتك بالغباء. وانت تموت نفسك واخواتك. انت لا، انا النهارده ما بقول للناس هتمنع عن عيالك اللبن والبيض اكني شتمته، يعني ازاي تمنع واولادي ياكلوا الفوق؟ طب انا همنع نفسي اكن انا مثلا ايه بيضحي الولد، انا هحرم نفسي من، لكن الولاد هياكلوا ازاي لبن من غير لبن ومن غير بيض؟ طب اكلهم يا ابني لحد ما يبقوا زيك كده. ما انت متخلف، انت متخلف والعيال هتطلع متخلفه. وبعد كده يقول لي بقى مفيش مخلوق بيشرب شاي بلبن وظهره ما بيوجعوش، ومش صدفه، ومش صدفه. مفيش مخلوق بياكل بيض وخدوده هنا مش حمرا، بص خدوده هنا حمرا كده دايما ملتهب بيض. مفيش واحد بياكل فراخ وما عندوش بانيك اتاكس وعنده رهبه ونفسه ايه ضربات قلب. فراخ. مفيش حد بياكل فول ومش حمار اصلا بقى من الاخر يعني. فيعني الموضوع محسوم، احنا خلاص النهارده ارضنا صلبه، تمام؟ فالنظام اللي مليان زرنيخ بقى ودهون مهدرجه، وعالج الامراض يا حبيبي منك ليه؟ يعني عالج الامراض. الدهون مهدرجه على الاخر، فانا لو ما هدرجتش الدهون ما بشربهاش وما زرنختش الاكل مش هاكله. البنت اول امبارح داخله تقول لي على اللايف ايه؟ الرز مليان زرنيخ. ما انت حافظه، ما انت هتموتي بغبائك. يعني انا دلوقتي لو سبت واحد ياكل اكل صحي بمفهومه هو هيموت في 3 سنين. جبنه قريش بالنهار وحته عيش بلدي لانه هيلثي، عيش بلدي وحته جبنه قريش بقى الطبيعه. احنا بناكل اكل الطبيعه من الجاموسه راسا لبق حضرتك، من الجاموسه لبق حضرتك على طول. وكل لما ايد الانسان تبقى قليله مع الاكل فانت كده صح. يعني انت كل ما ترجع للطبيعه بظهرك لورا وتلزق في الحيطه كده فانت كده في المكان الصح. تاكل بقى الجرجير بالتينه، عارف التينه؟ تقعد تنضفه بالتينه، وعشان تاكل بقى الفوائد في الكلوروفيل. فانت ده اللي انت بتستناه. ده الراجل المعتوه كان بيقول لك يغسل الخس والجرجير بالكلور. بالكلور. انت عارف يعني ايه تغسل الياف نباتيه بالكلور وهي ما تدوبش؟ انت عارف ده البني ادم لو حطيت عليه كلور هيدوب، جلده هيدوب. الخصايه ما بتتهزش يا مؤمن، يا مؤمن الخصايه ما بتتهزش. بص اجدادنا اكلوا كل ده وعاشوا اكتر مننا وبصحه. انت هات لي فين اجدادك هم ما قعدوش معانا ليه طالما صحتهم اكتر مننا؟ يا عم انت جدك مات بالكبد اصلا. بيقول لك اجدادنا عاشوا، ما عاشوش ليه لحد ما شفناهم يا ابني انت؟ فين جدك اللي عاش لحد ما شفناه جنبنا وسطنا كده؟ الله، مفيش غير عمرو دياب بس يا ابني اللي قاعد من زمان وما كلش جبنه قريش هو. يا دي النيله.